ابى اسولف وياكم شوي اليوم، خلونا من الهندسه. مره كنت جالس في كافيه اشتغل على التليفون مركز ومندمج، سبحان الله شوي ولا ارفع راسي ولد صغير ما ايده يبي يسلم. هذا الولد تقريبا عمره 2 3 سنوات، يعني صغير ما يفقه شيء، خلينا نقول يعني ما يعرف حتى عبد الله منو صانع محتوى مهندس والى اخره. ونفس الوقت انا ما اعرفه شخصيا، وفي نفس الوقت اسمع ابوه من برا على الكافيه يقول له سلم عليه وقول له انت اوكي محتواك طيب. انا عرفت ان الابو يعرفني، كنت سعيد لشغله، مش لان الابو طرش ولده انه يسلم علي او يقول له عبد الله منو، لا كنت سعيد لان الابو جالس يعلم ولده على التربيه السليمه اللي تفيده في علاقاته المستقبليه. كيف يعني نحن في ابسط علاقاتنا لازم نشكر الناس على شيء ايجابي شفناه او معروف يمكن سووا لنا اياه، سواء كان ربيعك، حد من عائلتك، شخص ما تعرفه، حتى لو كنت مدير وقلت حق موظفينك شكرا. هذا الشيء ما راح ينقص من مقامك، لابد ان نقدم كلمة شكرا او على الاقل جزاك الله خير. وهذه من رايي تخلينا نبني علاقات قوية كبشر. وشكرا لكل شخص يتابعني ويعطيني من وقت الثمين. شو رايكم نرجع للهندسة ولا ننتم على هالمحتوى؟